السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفتكر لو مخك اشتغل 100%، يعني كل جزء فيه بيشتغل على الآخر في نفس الوقت، ايه اللي هيحصل لك؟ أهلا بيك، أنا عبد الرحمن، والنهاردة هنتكلم عن تفتكر لو مخك فجأة اشتغل 100%. حط لايك واشتراك للفيديو وتعالى نشوف الموضوع ده سوا. الأول لازم تفهم حاجة، فكرة إننا بنستخدم 10% بس من المخ دي في حد ذاتها خرافة. احنا بنستخدم المخ كله، لكن كل جزء بيشتغل وقت ما نحتاجه، يعني مفيش حاجة شغالة على الفاضي. طب لو فجأة كل أجزاء المخ اشتغلت بأقصى قوة وفي نفس اللحظة، ده اللي هنتكلم عليه النهاردة. أول حاجة هتحس بيها إن عقلك بقى سريع جدا، والمعلومات اللي بتحتاج ساعات علشان تفهمها هتفهمها في أجزاء من الثانية. هتحلل وهتربط وهتفكر أسرع ب10 مرات، كأنك بقيت جهاز كمبيوتر متطور. بعدها الذاكرة هتبقى قوية بشكل يخوف، هتبص على الحاجة لحظة هتفتكرها بالتفصيل، يعني تفاصيل يومك، هتفتكر ذكريات الطفولة، الأصوات، الكلام، حتى الروائح هتثبت في دماغك بسهولة. بس هنا بقى الجانب اللي الناس ما تعرفوش، المخ بيستهلك 20% من طاقة جسمك وهو شغال عادي، فلو اشتغل 100% هيحتاج ضعف أو تلت أضعاف الطاقة، وده معناه حرارة جسم أعلى، ضربات قلب أسرع، وتعب في جسمك بشكل مش طبيعي. جسمك أصلا مش معمول يشيل الحمل ده. وفي حاجة تانية مهمة، المخ بيفلتر أصوات وروائح وحاجات كتيرة عشان تعيش طبيعي، ولو الفلتر ده اختفى كل صوت هيبقى عالي، وكل نور هيبقى ساطع، وكل إحساس سواء زعل أو فرح هيبقى قوي زيادة في المشاعر من غير توقف. وكمان لو كل أجزاء المخ اشتغلت مع بعض هتحصل فوضى، زي كمبيوتر فتحت عليه كل البرامج في نفس اللحظة، ومش هيبقى سريع، بالعكس ده ممكن يهنج، وده اللي هيحصل بالظبط. خلاصة من الكلام، تشغيل 100% مش معناه إنك هتبقى سوبرمان، بس هيكون في فوضى وضغط وإجهاد في جسمك ممكن يدمرك. تفتكر لو عندك زرار يشغل مخك على الآخر لمدة دقيقة واحدة بس، هتجرب ولا هتخاف من اللي ممكن يحصل لك؟ بس كده. قبل ما في الفيديو، لو في سؤال محيرك اكتبولي في التعليقات، وإن شاء الله هجاوب عليه في فيديو. بس كده خلصنا، سلام.